العاشرة مساء بتوقيت أسبر. طاب مساؤكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، وإليكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. لوائح جديدة محسنة لإيجارات البيوت. انتخاب لجان الصلح في أدوبحة. إشادة باستخدام المؤسسات الصحية بوسط دنكاليا. داعش ينشر صورة مصورة تقول إنها لزعيمها البغدادي. إمبراطور اليابان يعلن تنازله عن العرش. وعملية إجلاء كبرى بسبب الفيضانات في كندا. كانت تلك عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل يقرأها على حضراتكم نور الدين خليفة. أصدرت وزارة الحكومات المحلية لوائح جديدة محسنة لخدمة إيجارات البيوت الحكومية والخاصة غير المستخدمة للسكن، بديلا عن اللوائح العاملة منذ شهر فبراير 2018. وأوضحت الوزارة أن اللوائح الجديدة التي تكون سارية المفعول من الأول من يونيو 2019 تم إقرارها بالنظر إلى شكاوى وآراء المؤجرين والمستأجرين والتفاهم مع الجهات الحكومية والمعنية. وبموجب التحسين سيخفض إيجار البيوت المستخدمة لغير السكن سواء الحكومية والخاصة بنسبة 50 إلى 20% من الذي كان عليه سابقا. وسيتم تخفيض الإيجارات مقارنة مع لوائح الإيجارات المعمول بها منذ الأول من فبراير 2018 بنسبة 50% للمنطقة الأولى، و45% للمنطقة الثانية، و40% للمنطقة الثالثة، و35% للمنطقة الرابعة، و30 للمنطقة الخامسة، و20% للمناطق من 6 إلى 10. كما أنه وبموجب ذلك تم خفض المتر المربع للمنطقة الأولى من 121.50 نقفة إلى 56.50 نقفة، ومن 100 نقفة إلى 55 نقفة للمتر المربع في المنطقة الثانية، ومن 87 نقفة إلى 52.50 نقفة للمتر المربع للمنطقة الثالثة، ومن 75 نقفة إلى 48.75 نقفة للمتر المربع في المنطقة الرابعة، ومن 62 نقفة إلى 43.75 نقفة للمتر المربع في المنطقة الخامسة. وكانت اللوائح الصادرة سابقا تخص الإقليم الأوسط، ولم تضم المناطق من 6 إلى 10 للعمل بها في الأقاليم الأخرى. وبموجب اللوائح المحسنة ستكون المساحة الخالية حتى 500 متر مربع في المناطق من 1 وحتى 5 ب3 نقفة للمتر المربع، و2 نقفة للمتر المربع للمساحة الخالية، ولأكثر من 501 متر مربع، وفي المناطق من 6 و7 و8 بحساب 2 نقفة للمتر المربع للمساحة الخالية حتى 500 متر مربع، وللمساحة الخالية بأكثر من 501 متر مربع بحساب 1.50 نقفة، وفي المساحة الخالية حتى 500 متر مربع في المناطق 9 و10 بحساب 1.50 نقفة للمتر المربع، و1 نقفة للمتر المربع للمساحة الخالية لأكثر من 501 متر مربع، ليضاف في الإيجار الشهري. انتخبت 4 ضواحي بمديرية أدوبحة لجان الصلح في عملية جرت من 21 وحتى 25 من أبريل. وقد جرت الانتخابات في ضواحي أدوبحة نؤش وعلبابو وعريرب وجمع، حيث تم انتخاب 3 لجان في كل ضاحية. وقال مدير مديرية أدوبحة السيد إدريس علي إن الهدف من العملية هو تمكين المواطنين من حل قضاياهم بالصلح بدل الانجرار إلى المحاكم وهدر الوقت والمال. ولم تتخذ ضاحيتي هجر ومدقاق لجان الصلح بسبب حياة الترحال وعدم تجمع القرى. أشاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية وسط دنكاليا السيد أحمد محمد باستخدام السكان الجيد للمؤسسات الصحية، وقال إن بعض المؤسسات الصحية سابقا أجبرت السكان على استخدام الطب الشعبي، وقد ارتفع الوعي الصحي بعد بناء مستشفى عمومي وعيادتين في السنوات الماضية.
وأشار إلى تقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم المنتظم، موضحا المشاركة الواعية للسكان لإصحاح البيئة. وذكر بأن التوعيات الصحية المقدمة في كافة الضواحي تعزز من الخدمات المقدمة، داعيا إلى الاعتماد على القدرات البشرية والمعدات لمزيد من فعالية الخدمات. تلقت 25 امرأة في مديرية موغولو بإقليم الغاشبركة دورة تدريبية في الأشغال اليدوية استمرت لمدة 3 أشهر. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم الغاشبركة السيد ماريكوس غرماتين إن الدورة التدريبية هدفت لاستفادة المرأة من موارد محيطها والعمل من أجل تحسين حياتها المعيشية. وتلقت المشاركات في الدورة التدريبية قرضا بدون فوائد بمبلغ 20,000 نقفة لكل منهن. وأعربت المشاركات عن الارتياح لتلقيهن الدورة التدريبية التي تساعد لتحسين معيشتهن. من جهة أخرى، عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم الغاشبركة سيمينارا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مديريتي موغولو ومنصورة حول المرحلة الراهنة وفرص الشباب والطلاب. وقال مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الفرع السيد ماريكوس غرماتين إن مرحلة السلام تحمل الشباب والطلاب مسؤولية كبيرة للعمل المضاعف ورفع روح التنافس بالإضافة إلى تقوية الإنتاجية. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير ووافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أهلا بكم. نشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية ما وصفتها بأنها رسالة مصورة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أول ظهور له على ما يبدو منذ 5 أعوام. وفي تسجيل مصور مدته 18 دقيقة يقول رجل يبدو أنه البغدادي إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا كانت ردا على الدولة الإسلامية على خسائرها في الباغوز آخر معاقلها في سوريا. ولم يتسنى التحقق بشكل مستقل من صحة وتاريخ التسجيل، وسيكون المقطع إذا ثبتت صحته أول تسجيل مصور للبغدادي منذ ظهوره بمدينة الموصل العراقية في عام 2014، ونشرت له تسجيلات صوتية في تواريخ لاحقة. ولم تصدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعليقا على التسجيل المصور حتى الآن. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن المعركة ضد داعش لم تنتهي بعد، وأن التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة داعش يواصل ممارسة الضغط في سوريا والعراق وفي جميع أنحاء العالم لضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين ولتقديم قادتهم إلى العدالة. أعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو تنازله عن العرش لإلهة الشمس في القصر الإمبراطوري ليبدأ يوما من المراسم، منهيا بذلك ولاية استمرت 3 عقود سعى خلالها إلى تخفيف ذكريات الحرب العالمية الثانية المؤلمة وتقريب الأسرة الإمبراطورية من الشعب. وإكيهيتو هو أول إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي يعرف الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون سلطة سياسية، وتنازله عن العرش هو الأول منذ 200 عام. وقال التلفزيون الياباني إن ولي العهد ناروهيتو سيجري مراسم مماثلة، ويصاحب التنازل عن العرش مراسم قصيرة وبسيطة نسبيا في قاعة الصنوبر العريقة في القصر الإمبراطوري، وتحضر المراسم نحو 300 شخصية. أجلي أكثر من 10,000 شخص في شرق كندا في الأيام الأخيرة بسبب فيضانات فاق مستواها أرقاما قياسية كانت سجلت في عام 2017 بحسب ما أعلنت السلطات، مشيرة إلى أن تراجع منسوب المياه سيكون بطيئا جدا. وفي غرب مونتريال، حيث تم إجلاء أكثر من 6,000 شخص نهاية الأسبوع الماضي إثر انهيار سد، يتجه الوضع للاستقرار بحسب وزيرة الأمن العام في كيبيك جينيفيف جيلبو.
وتمت إقامة سد في الحي الأكثر تضررا، وسيتم تشييد سد ثان سريعا جدا. وفي مقاطعة كيبك الأكثر تضررا من الفيضانات تم إجلاء أكثر من 9000 شخص منذ بداية الفيضانات، بينهم أكثر من 6000 من مدينة سانت مارت سور لولاك وحدها بحسب الوزيرة. وهذه الأرقام أعلى بمرتين من أرقام فيضانات 2017 التي كانت الأسوأ منذ نصف قرن. وتم نشر عدة آلاف من العسكريين في المقاطعات الثلاث دعما للسلطات المدنية. قررت السلطات في إندونيسيا تغيير العاصمة الحالية جاكرتا حسب ما أعلن وزير التخطيط. وقال الوزير بامبانغ برودوغرينوس إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اختار نقل العاصمة في قرار مهم. ولم يتضح المكان الجديد للعاصمة، لكن وسائل الإعلام الرسمية أفادت بأن مدينة بلنغاريا في جزيرة بورنيو ضمن أبرز المدن المرشحة. وتفيد دراسات بأن منسوب جاكرتا التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص ينخفض بوتيرة من الأسرع على مستوى العالم. وفي عام 2016 خلص مسح إلى أن المدينة الضخمة تعاني أسوأ اختناق مروري في العالم، ويتعين على جهاز الشرطة مرافقة وزراء الحكومة ليصلوا إلى اجتماعاتهم في الأوقات المحددة لها. ويقول وزير التخطيط إن ازدحام حركة المرور في جاكرتا يكلف الاقتصاد 6 مليارات دولار في السنة. وتعتبر جاكرتا واحدة من أسرع المدن غرقا في العالم، إذ يقول باحثون إن أجزاء كبيرة من المدينة قد تغرق بالكامل بحلول عام 2050. بهذا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء من الفضائية الإرثية. تحية لكم، إلى اللقاء.